السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. والنهاردة هنتكلم عن نقطة مهمة جدا في ازاي لازم ان انت تتفق مع مهندس يشطب لك، وده طبعا بيكون حل افضل من انك تشطب بنفسك او انك تكون واقف على التشطيب اذا كان عندك فكرة. ولكن المشكلة اللي بتقابلنا طبعا هي موضوع الصنايعية، وطبعا ممكن هم يبوظوا الشغل ليك وتتكلف بعد كده مصاريف أعلى. فبالنسبة للجودة طبعا العميل ما عندوش خلفية ازاي يستلم البنود بعد ما تخلص من الصنايعي، فممكن يجتهد، وده طبعا مستحيل ان هو يستلم زي مهندس مثلا مهندس فاهم او مهندس عنده خبرة. والصنايعي طبعا لو فهم او عرف جدا ان العميل ده مش فاهم او ما عندوش خلفية، فممكن يكون مثلا ما عندوش ضمير او يبدأ في ان العيوب تظهر اللي كنا بنشوفها، زي التشميع المية، مثلا المية بتنشأ على الحيطان او تسريب في السباكة او مشاكل في الكهرباء او شروخ في البياض او تقشير في الدهانات ومثل هذه العيوب. وبالنسبة طبعا للتكلفة فطبعا للأسف الشديد كتير جدا بيقتنعوا انه لو ما جابش مهندس فهو كده هيوفر فلوس. فدي نقطة طبعا انت ممكن تكون فاهمها غلط، لانك لما بتدفع لانك هتدفع فلوس اكتر، لان المهندس طبعا بيكون معاه تيم من الصناعية وبيكون معاه اسعار اقل من اللي انت هتجيبها، وبعد كده بيحط نسبة الربح المتفق عليها. ولكن طبعا في بعض المهندسين اللي مش بيراعوا ضميرهم او مش بياخدوا بالهم من الشغل، وممكن برضو يعلي عليك الاسعار، فلازم تاخد بالك من النقطة دي. في نقطة تانية برضو احب اتكلم عليها، وهي نقطة الوقت. ان في طبعا المهندسين دايما بيكون محدد للصنايعي اللي هو بيتعامل معاه انه يخلص الموضوع ده في وقت معين، غير طبعا انك لما بتكون بتتعاقد مع او بتعتمد على صنايعي ممكن يمطل معاك في الوقت. فخلاصة النقطة دي عشان ما ارجعش لها تاني، اللي هي عشان طبعا انت تريح دماغك من موضوع الصناعية، حاول تجيب مهندس شاطر يكون مثلا ليه سمعة طيبة، ولكي عشان تضمن ان كل بند وكل تفصيلة في بيتك اتعملت صح، وتعمل الحاجة مرة واحدة وما تعيدش عليها تاني عشان تخلص بيتك في اقل وقت ممكن وتدفع فلوس اقل. وطبعا تسلسل البنود هيكون معمول صح مع المهندس الشاطر. في اول نقطة طبعا من موضوع التشطيبات، اول حاجة هنقول الشرب. موضوع الشرب ده موضوع مهم جدا، وهو يعتبر اساس شغل التشطيبات، ومن غيره مش هتعرف طبعا تشتغل حاجات كتير زي منها السباكة والكهرباء والارضيات والسباكة والاسقف المعلقة، وبتحدد بيه طبعا اماكن العتب واماكن النجارة والشرب. الشرب ده طبعا عبارة عن علامة مثلث مقلوب بتحدده على الحوايط عشان يبقى المنسوب موحد في كل الشقة. ازاي بنحدد الشرب؟ في البداية اي مشروع بيكون في نقطة الصفر المعماري اللي بنشتغل منها، وغالبا بتكون عمود انارة او رصيف من الشارع، وهي نقطة معلومة بتكون بترتفع 1 متر، وتبدأ تنقلها كل جزء في المبنى او الشقة، بحيث ممكن بتنقلها بميزان قامة او ميزان خرطوم. ولو الشرب خارج المبنى بتنقل طبعا الشرب على السلم بميزان القامة، ومن خلال ميزان الخرطوم بتبدأ تنقل الشرب داخل الشقة بتاعتك، وتعمل علامة الشرب المقلوب المثلث على جميع الحوايط. الشرب ده في معظم الأحيان بيكون على ارتفاع 1 متر من التشطيب، ولو هتشطب شقة ومفيش عندك شرب في الدور علشان تنقله، ممكن تاخده من مدخل الشقة عند السلم وتعمل علامة على ارتفاع 1 متر و10، على أساس فيه 10 سنتي في تشطيبات، وبعد كده تبدأ تنقل الشرب داخل الشقة والحوايط. بيكون في طبعا ال10 سنتي الزيادة دي بتكون هي فرق منسوب التشطيب من بره لجوه الشقة. ايه هو ميزان الخرطوم ونستخدمه ازاي؟ طبعا ميزان الخرطوم هو خرطوم رفيع جدا بيكون فيه مية بنسبة معقولة، واحد بيمسك من ناحية ويثبتها عند العلامة اللي علمناها قدام باب الشقة، وواحد تاني بيبدأ يثبت الخرطوم من الناحية التانية على الحيطة اللي هيعلم عليها الشرب الجديد. طيب احنا بنستخدم فيه الشرب ده؟
بنستخدمه في ان احنا نظبط منسوب بلاط الارضيات وتركيب الاسقف المعلقة على ارتفاع معين، في تحديد منسوب حلول الابواب اللي بيبقى طبعا معظمها على ارتفاع 2 متر و20، او بمعنى اخر يطلع من الشرب مسافة 1 متر و20، وبكده بتكون حددت منسوب الحلق. طبعا بنستخدمه في تظبيط علب الكهرباء والبرايز علشان تكون منسوب جميع العلب واحد لغرض الشكل الجمالي. في تظبيط طبعا المنسوب البيبة وميول مواسير الصرف للحمامات. واخيرا بنستخدمه في تعيين منسوب اعتاب الابواب والشبابيك. في نهاية الفيديو البسيط ده اتمنى ان شاء الله يكون عجبكم، وان شاء الله نتكلم عن بند اعمال المباني في الفيديو القادم. والى اللقاء ان شاء الله. كان معاكم اخوكم محمد مصباح. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك او شير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.